ازيكم؟ اهلا بيكم في الشانل الجديده. سواء كنت اول مره تشوفني او جاي من القناه القديمه، انا مبسوط جدا ان انت هنا. لو انت جديد خليني اعرفك بنفسي. انا زياد سميت القناه الزوز. يعني بص يا اسطى بالله عليك، طب ليه انا هنا وليه بدات القناه دي من الصفر؟ خصوصا ان كان عندي واحده قبليها فيها اكتر من 800 مشترك. لو انت جديد ومش عارف الحكايه بدات لما كنت بقدم محتوى تقني عن الهاردوير وكده وحاجات من النوع ده، وكان تمام، الناس كانت بتتفاعل، لكن مع الوقت بدات احس اني مش مستمتع، وبدات احس ان المحتوى ده مش شبهي. كنت بعمل فيديو وبخلصه وكان بياخد مني وقت رهيب ومونتاج ابني، وكان في تعليقات فعلا على الفيديو، بس كنت حاسس ان انا شات جي بي تي. فقررت اغير واجرب اعمل حاجه انا بحبها، حاجه انا عايز اقدمها من زمان على اليوتيوب. وفعلا لما بدات اعمل الفيديوهات ديت فيها ضحك وخفه دم، كنت مبسوط وانا بمنتج وبسجل، بس للاسف المشاهدات وقعت بشكل كبير، محدش كان بيتفرج، وكان الاحساس ان التعب بيروح على الفاضي. فقلت اكمل يمكن يتحسن مع الوقت، بس لا، بعد شويه فيديوهات لقيت نفس التفاعل البارد، حسيت ان القناه القديمه خلاص مش نافعه في الاتجاه الجديد. ومن هنا قلت خلاص ابدا من الصفر على النظافه، قناه جديده بهويه جديده وجمهور جديد جاي عشان المحتوى اللي فعلا بحبه. طب وايه الخطه دلوقتي؟ انا حاليا داخل على فتره ضغط كبيره جدا، امتحانات ثالثه ثانوي قربت، فمش قادر ابدا اكتب سكريبت فيديو حتى، لكن مش عايز اسيب القناه نايمه برضه، عشان كده هبدا انزل هنا الفيديوهات اللي على القناه القديمه. ناس كتير ما شافتهاش ومش واخده فرصتها، بس الفيديوهات ديت تعبت فيها وكنت مستمتع بيها فعلا، ومش حابب اسيبها تضيع. دي هتكون البدايه المؤقته لحد ما اخلص من الضغط الدراسي وارجع لكم بحاجه جامده بافكار جديده وتنفيذ احسن بكتير. واخيرا لو انت جديد نورتني، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان ما تفوتش ولا فيديو. ولو انت جاي من القناه القديمه فانا بجد ممتن ليك جدا، وشكرا انك كملت معايا الرحله لحد هنا. انت سبب اني كملت وسبب اني ببدا من جديد بثقه. دي بدايه جديده ويلا نكبرها سوا. سلام.